يا مساء الجمال والدلع. النهاردة هنعمل شوية مكرونة بالكبدة. بصوا لون المكرونة تحفة، والخلطة اللي هنعمل بيها الكبدة بجد رهيبة. المكرونة بالكبدة من الأكلات السهلة والسريعة المنقذة لو مش لاحقين نعمل غدا، في نفس الوقت طعمها حلو. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. عندي هنا نص كيلو من الكبدة المتقطعة قطع صغيرة، هحط عليها معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهحط معلقة صغيرة من الثوم المفروم. وهبدأ ان انا اقلبها كويس كده بايديا، وهسيبها في التتبيلة حوالي نص ساعة تشرب من طعم التتبيلة. وبعد كده هروح احط حلة على النار فيها شوية مية، هسيب المية لحد ما تغلي، وانزل بنقطتين زيت كده بس عشان المكرونة متعجنش. واول ما المية تغلي هنزل بكيس من المكرونة البنة، او ممكن تستخدمي اي مكرونة انتي بتفضليها. بعد كده هنروح بقى نعمل الصلصة بتاعة المكرونة، وهتبقى مختلفة شوية عن صلصة المكرونة العادية علشان تبقى لايقة مع الكبدة بتاعتنا. نزلت كده بقطعة زبدة صغيرة بس علشان تدي طعم، وبعد كده هنزل عليها بشوية زيت. وأول ما الزبدة تسيح هنزل ببصلاية صغيرة مفرومة في الكبة، وهديها تشويحة بسيطة كده بس يا دوبك تدبل، مش هطول عليها علشان ما تمررش معايا. وبعد كده هنزل بفصين من الثوم المفروم، وهبدأ اديهم تشويحة برضو لحد بس ما اشم ريحة الثوم. هنزل بكوبايتين من عصير الطماطم. بعد كده هنحط التوابل بتاعتنا، معلقة ونص صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة من الكمون، وما كترش الكمون، نص معلقة صغيرة كده عشان بس ايه ما يمررش معايا، وزيها فلفل اسود. وبعد كده هسيبها كده لحد ما تتسبك ويبقى لونها حلو بالشكل ده. هنرجع بقى للمكرونة اللي احنا سلقناها وخلاص اتأكدنا ان هي استوت وصفيناها من المية بتاعتها، هننزل بيها في الصلصة اللي احنا سبكناها. هبدأ اقلب المكرونة كويس في الصوص اللي احنا عاملينه ده، وطبعا موطيين النار علشان المكرونة والصلصة يمتزجوا مع بعض كويس. بعد بقى ما مزجت المكرونة مع الصلصة هروح اعمل الكبدة اللي احنا سايبينها في التتبيلة بتاعتها. هجيب طاسة على النار وهنزل بشوية زيت، وهسيب الزيت يسخن كويس، ولازم الزيت والطاسة بتوعنا يكونوا سخنين جدا عشان اول ما انزل بالكبدة تاخد صدمة وما تنزلش السوائل بتاعتها وتفضل محافظة على طراوتها. خلاص اتأكدت ان الزيت والطاسة سخنين، نزلت بالكبدة هبدأ ان انا اشوحها لحد ما تاخد لون من كل الجهات. اول ما توصل للون ده هبدأ ان انا انزل عليها بشرايح من الفلفل الاخضر. عايزة تحطي فلفل الوان او تعملي ميكس بين الفلفل الاخضر والفلفل الالوان مفيش اي مشكلة. هفضل اشوح الفلفل مع الكبدة لحد ما يدبل، وهبدأ ان انا احط شوية خل، يعني تقريبا معلقة صغيرة، والتركية دي هتخلي الكبدة طعمها حلو وريحتها هتوصل معاكي لاخر الشارع. هفضل اقلب لحد ما اتأكد ان الكبدة استوت كويس. وطبعا زي ما قلنا الكبدة بتحب النار العالية، وكمان ما بتاخدش سوا كتير على النار. اول ما الكبدة تستوي هروح بقى اجيب الطاجن بتاعي. عايزة تعملي المكرونة بالكبدة في طاجن كبير او تقسميه على طواجن صغيرة زي ما تحبي. انا هنا هعمل الكمية كلها في طاجن واحد، فهبدأ ان انا احط الكبدة الاول من تحت، وبعد كده احط عليها المكرونة وهغطيها بورق فويل وهدخلها الفرن. طبعا الفرن بتاعي متسخن من قبل، وكمان كل حاجة عندنا مستوية، فالمكرونة مش هتاخد وقت، يا دوبك بس تاخد وش من فوق وشم ريحة الفرن وهتبقى جاهزة معايا. يعني اديها في الفرن مثلا تلت ساعة هتبقى جاهزة معايا بالشكل ده، وهبدأ اقلبها بعد كده. كده المكرونة بالكبدة بقت جاهزة معانا. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.